ازاي تعدي سنه اولى جواز من غير مشاكل؟ اول سنه جواز دي سنه الاكتشافات، فجاه تلاقيه بيشخر وهو نايم، تدخلي عليه بماسك الفحم يتفزع، طبعا غير مغامراتك اللي في المطبخ اللي ملهاش حل. اول سنه دي بتقضوها هو بيتعصب من غير سبب وانت بتعيطي طول الوقت. طب كل ده ليه؟ كل واحد فينا عنده عادات غير تاني وطباع مختلفه ولسه مش عارفين طبع بعض. كتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهره في اول فصوله بيقول ان كل المشاكل بتاعتنا هتتحل لو كل واحد فينا ادرك ان احنا من كوكب مختلف، يعني شخصيات وطباع مختلفه. ما ينفعش اقول له انت لو كنت مكاني كنت عملت ايه، انت عمرك ما هتكوني مكانه ولا هو. طبعا كل واحد فيكم ليه شخصيه مختلفه تماما عن التاني، انت حاجه وهو حاجه، حتى تشريح دماغكم مختلف عن بعض، يعني سيستم حياتك غير سيستم حياته تماما. طب نعمل ايه بقى علشان نقدر نفهم طبع بعض ونعدي السنه من غير مشاكل؟ يعني كل واحد فيكم يبدا يحاول يفهم شخصيه التاني. هتلاقي نفسك في الاول بتدي تبريرات وتفسيرات، وحاولي ان انت تفهميه بتحبي ايه وبتكرهي ايه، واطلبي منه هو كمان يعمل كده علشان يكون التفاهم متبادل. تعاطف وحده مش كفايه. وفي اي خناقه قبل ما تعملوا حرب عالميه ثالثه اسالوا نفسكم هو الموضوع مستاهل اصلا ان احنا نتخانق عليه ولا ممكن نتفاهم بهدوء؟ الوقت والطاقه والمجهود اللي بنقضيه في الزعيق والخناق حاولوا تقضوه في ان انتوا تفهموا بعض. التواصل البسيط ده ممكن يقضي على 90% من المشاكل ملهاش لازمه. هو مش بيقرا افكار على فكره، الاهتمام بيطلب عادي. قولي لي بقى في الكومنتس ايه اكتر حاجه لقيتيها في اول سنه جواز مختلفه ما بينك وما بين جوزك، وقدرتوا تتاقلموا عليها ازاي؟